السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. والوصفة ديالنا اليوم ان شاء الله غتكون هي هاد الحلوة بالبيستاش اللي كتجي اكثر من رائعة، لا في الشكل ولا في المذاق. متأكدة غادي تجربوها وغتنال الاعجاب ديالكم. فما نطولش عليكم، ندوزو مباشرة للمقادير والطريقة ديال التحضير ونبداو بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج واحد 250 غرام ديال الزبدة حيوانية من نوع جيد، وغادي نحتاج واحد 100 غرام ديال السكر كلاصي او السكر الثقيل ما يعادل كاس ديال العنبه. غنحتاج 2 كيسان ديال الزيت النباتي بالعبار ديال كاس العنبه. غنحتاج الدقيق الابيض، انا استعملت 800 غرام بالضبط ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. غنحتاج 4 ديال الصفار ديال البيض، كنسلقوا 4 البيضات وكنحيدوا غير الصفار ديالهم هو اللي كنستعملو. وغنحتاج لاغوم بيستاش اللي كتباع عند الناس اللي كيديروا لوازم الحلويات، وقرصه ديال الملح. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو للتحضير ديال هاد الحلوه. في واحد الاناء اولا في القصريه غادي نديرو الزبده، من الاحسن تكون بدرجه حراره المطبخ. غادي نضيف عليها السكر كلاصي، راه استعملت غير 100 غرام باش ما تجيش حلوه لان مازال تابعها الشكلاط. غنضيف القرصه ديال الملح، وغنضيف هادوك 4 ديال الصفار ديال البيض اللي مسلوقين. غادي نخدم هاد العناصر هادو كاملين مزيان حتى غينسجموا بعضياتهم وغيعطيوني واحد الشكل ديال بوماد. غتولي هكا الزبده بوماد. الزبده الحيوانيه راه دغيا دغيا كتكون الخدمه ديالها سهله. الا بغيتو تستعملوا الزبده ديال لي بواط راه ممكن، ماشي مشكل، كيبقى على حساب اللي متوفر عندكم. غادي نضيف هنا لاغوم ديال البيستاش على راس المعلقه كما لاحظتوا معايا، راه ما كنضيفوش بزاف، يعني ما تكثروش لاغوم ديال البيستاش باش ما تعطيكمش المروره، لان الا فتوا القياس كيجي هكا مار. هي راه دغيا كتعطي هذاك اللوغو ديال البيستاش دغيا كيبان. بالنسبه للون كيكون هكا واحد اللون اللي هو بيستاش مفتوح اولا بحال الفيغ افوكا تقريبا. لاحظوا معايا اللون اللي خصنا نحصلوا عليه. لاحظوا معايا اللون، يعني واحد البيستاش مفتوح تقريبا تماما، هو بحال اللون ديال لافوكا. صافي هنا من بعد ما دخلت لاغوم ديال البيستاش مع الزبده غادي نضيف هادوك 2 كؤوس ديال الزيت. ضروري انكم تتبعوا المراحل، يعني منين تخلطوا الزبده مع السكر ضيفوا مباشره لاغوم، ما تضيفوهاش مورا الزيت، لان الا ضفتوها حتى درتوا الزيت في الخليط ما غاديش تطلق وما غاديش تنسجم، ما غتعطيكمش واحد اللون موحد بهذا الشكل هذا. فضروري تتبعوا المراحل كما خدمت الحلوه بالضبط. صافي هنا غادي نبدا كندخل هذاك الزبده مع الزيت بهذا الشكل هذا حتى غادي تذوب ليا مع الزيت. وغادي نبدا كنضيف الدقيق بشويه كما قلت لكم. انا دخلت ليا 800 غرام بالضبط، ممكن تدخل لكم اقل او اكثر بجوج المعالق، كيبقى على حساب النوعيه ديال الدقيق اللي استعملته. المهم كنبداو كنجمعوها بحال الشكل ديال صابلي، ما كنعجنوش، كنبداو غير كندخلوا الدقيق حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا في العجين. لاحظوا معايا كيكون يعني ما كيكونش طالق الزيت نهائيا، وكيكون العجين رطب بهذا الشكل هذا. لاحظوا معايا القوام ديال العجين، نقربكم منه اكثر باش يكون واضح. صافي غندوز باش غنشكلها. كنشكل كرات ديال 14 غرام، ما ديروش اكثر، ممكن ديروا اقل، ممكن ديروا 12 او 10 الا بغيتوها صغر، ولكن ما ديروش اكثر من 14 غرام. كنكورهم وكنخليهم هكا مقببين، ما كنبسطوهمش، وكنستفوهم في لاطا ديال الفران. واخا كنزاحموهم شويه ماشي مشكل، لان ما فيهمش خميره كيماويه فما كيتضاعفش بزاف الحجم ديالهم في الفران. صافي بالنسبه للطياب الفران كيكون سخون على 150 درجه ديال الحراره من الفوق ومن التحت. بالنسبه للفرن ديال الكهرباء 150 درجه من الفوق ومن التحت. كما لاحظتوا معايا راه ما فيهاش الخميره الكيماويه، وحنا خصنا الحلوه ديالنا طيب بلا ما تاخذ هذاك اللون اللي محمر باش ما نضيعوش اللون ديال البيستاش. فاخذت ليا انا 20 دقيقه على 150 درجه من الفوق ومن التحت. ضروري كنعطيوها الخاطر حتى كطيب باش كتجينا من الداخل مرمله، وكتجي هكا صابلي من الداخل، كتجي كلها مرمله وطيبه مزيان، وفي نفس الوقت كما قلت لكم ما كتاخذش لينا واحد اللون من الفوق. لاحظوا معايا الشكل كيفاش كيكون، راه ما كتكونش محمره من الفوق ولكن راها طيبه مزيان. بالنسبه للفران ديال الغاز غادي ديروا اقل درجه ممكنه، يعني تنقصوا، كتسخنوا الفران ومن بعد كتنقصوا حتى الاقل، يعني تكون العافيه مهيله، وكتخليوها كطيب على خاطرها بحال الطياب ديال الصابلي تماما. انا خدات ليا كما قلت لكم 20 دقيقه
يعني 150 من الفوق ومن التحت. صافي من بعد ما كطيب كيكون هذا هو الشكل ديالها. غنوريكم كيفاش كتكون من التحت، كتكون واخده واحد التحميره خفيفه من التحت، لاحظوا معايا، ومن الفوق راه كتحافظ على هذاك اللون ديالها وكتكون طايبه مزيان مزيان حتى من الداخل راه كيدخلها الطياب لاننا عطيناها الخاطر في الطياب مزيان. صافي غندوزو لا فينيسيون. حنا غنحتاجو تقريبا واحد 800 غرام ديال الشكلاط بيض اولا لا باطا كلاسي. انا استعملت لا باطا كلاسي، ممكن تستعملوا الشكلاط بيض ديال كالا، ممكن تستعملوا الماكاو اون غوباج، راه عطا الله لي مارك، يعني استعملوا اللي متوفر عندكم. غنحتاج واحد 80 غرام حتى 100 غرام ديال البيستاش اللي كيتباع عند الناس اللي لوازم الحلويات، كيكون بهذا الشكل هذا منقي ويعني مقشر. غادي نهاشيوه هكا بالموس. من الاحسن ما تدوزوش في شي طحانه لانه النص ديالو غيولي بودره وغادي تضيعوا فيه. من الاحسن كنهاشيوه غير هكا يعني بالموس هكا في البلانشا، من الاحسن حتى كنحصلوا على واحد البيستاش كونكاسي. بهذا الشكل هذا. بالنسبه للتذواب ديال الشكلاط غنعطيكم بعض النصائح باش ما يكونش عندكم فيه مشكل. اول حاجه حتى كيغلى الماء عاد كنحطوا لا باطا كلاسي اولا الشكلاط بيض فوق البان ماغي، ما كنديروش من الاول وكنشعلوا العافيه وكنخليوه عاد كنتسناوه يغلى. ثاني حاجه كنبقاو كنحركوا هذيك داك الشكلاط اولا لا باطا كلاسي، كنبقاو كنحركوا ما كنحيدوش يدينا من التحراك باش كتكون الحراره كتوزع ليا بواحد الشكل متساوي، ماشي لتحت كياخذ واحد درجه الحراره كثيره حتى كيتشمع والفوق كيبقى بارد. هذا هو من الاسباب يعني اللي كتخلي بزاف الناس عندهم مشكل في التذواب ديال الشكلاط البيض. فكنبقاو كما قلت لكم كنحركوا ما كنحيدوش يدينا نهائيا من التحراك حتى كيذوب. ثالث حاجه واللي هي اهم حاجه انكم تراقبوا التاريخ ديال الشكلاط، لانه الا كان معطل في التاريخ واخا يكون باقي يعني في التاريخ ديال الصلاحيه بعيد، ولكن حاولوا تاخذوا شي واحد اللي يكون لا برودكسيون ديالو باقا جديده من الاحسن، لان بزاف الناس عندهم مشكل مع الشكلاط بيض كيتحجر وكيتشمع عليهم، واغلبيه كيكون واحد من هاد الثلاثه ديال النقاط اللي يعني تقاسمتهم معكم دابا. صافي لاحظوا معايا كيفاش كيهبط خيط واحد، راه ما كنديروا ليه لا زيت لا حتى شي حاجه. غنبدا في لونغوباج ديال الحلوه ديالي. كنحط الكره ديال الصابلي وكنهزها بواحد الفرشيطه وكنحاول ما امكن انني نضرب بالفرشيط كما كتلاحظوا معايا باش كيهبط ليا هذاك الزائد ديال الشكلاط، وكتجيني الطبقه ديال لا باطا كلاسي كتجيني رقيقه ما كتجينيش هزه بزاف. وحتى في لا فينيسيون كيساعدنا ما كتبقاش كتخرج لينا هذيك الكميه الزائده ديال الشكلاط على الجوانب، وخصنا عاد نحولوا الحلوه من بلاصه لبلاصه باش كنحصلوا على فينيسيون مزيانه. صافي هنايا غادي نبدا كندير شويه ديال هذاك البيستاش كونكاسي، ما حدو باقي دايب الشكلاط باش كيشد يعني باش كيشد على الوجه ديال الحلوه. صافي كنبقى مستمره بنفس الطريقه. كنأكد عليكم غير انكم يعني تبقاو كتسوسوا مزيان الحلوه باش ما كتهزش كميه كثيره ديال الشكلاط، وكتجي هذيك الطبقه رقيقه وكتجي هكا زوينه في يعني في الشكل ديالها وحتى في الماكله ديالها. صافي غنزين بالبيستاش كونكاسي وغادي نستمر حتى غنكمل الكميه كامله. ومني كتبرد راه كنقدموها كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه لا في المنظر ولا في المذاق صراحه، وشي حاجه اللي مختلفه. كنتمنى انكم تجربوها، خليوا لي الراي ديالكم في التعاليق. وكاين بزاف ديال يعني بزاف ديال الطرق ديال هاد نفس لاباط كنخرجوا بزاف ديال الاشكال ان شاء الله مستقبلا نشاركهم معكم الى كتاب. فضروري غادي نوريكم كيفاش كيجي الشكل ديالها حتى من الداخل وكيفاش كتجي مرمله وهشيشه، كتجي زوينه بزاف بزاف. لاحظوا معايا راه من التحت كتجي كامله مغلفه هكا بالشكلاط. غادي نحلها معكم، كتجي كما كتلاحظوا معايا هشيشه وهكا مرمله من الداخل، يعني كتجي خفيفه من الداخل ما كتجيش مدقصه نهائيا، وكتجي طايبه لان عطيناها الخاطر في الطياب، وكتجي مرمله كما كتلاحظوا معايا مرمله وكتذوب في الفم، كتجي هشيشه بزاف بزاف. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. فإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه باش يوصلكم جديد الوصفات ديالي، ونخليكم هنا حتى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. يلا بسلامه.